دي اول مره اخش على الجروب ده بعد تغيير اسمه من كي شرطه جانج لكي جانج على طول. ورب الكعبه اللي جاي يقوم تاني بهجة تاني خالص. وارجو يكون في تحسن في جوده المحتوى زي ما تحسن الاسم كده بالظبط. حاضر. بس قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش انك تكون عامل لايك وسبسكرايب وانك تكون مشترك في قناتنا الجديده للاستريمات. ويلا نبدا الفيديو. الاخ محمد حسن بيقول لك انا الكلاون اللي شاري جي تي اي فول جايز. فاداك فلوس الدنيا كلها يا اسطى، عادي مش مشكله. ايه يعني لما تشتري لعبه فجاه تلاقيها نزلت ببلاش، عادي جدا ولا يهمك، تتعوض ان شاء الله. روح لنفسك. مجدي كل ما يشوف يحيى واي ار يو هو انت مش بتطيق يحيى ليه صحيح؟ انا نفسي اسال السؤال ده من زمان. السؤال الصح انت هتطيقه ليه؟ ليه هتطيق كائن تراش زي ده؟ الاخ احمد عطيه بيقول لك لما تكون بتعمل مهمه في امون جاس وتلاقي واحد شبهك داخل عليك، يا رب اكون احول. انا يا جدعان انا بيجري ورايا. يخرب بيت الامبوسترز اللي هو اللي سواه سمعتنا والله. الاخ طه الباز بيقول لك الناس كلها لما عرفت ان كاريكا هيعمل جيف اواي، يلا ادي كل الناس بان، يلا. الاخت روزا هشام رسمه لنا رسمه جامده فشخ ويلعن ابو العظمه، بس رسمها لي وانا ضد اسكانور. الاخ فادي بيقول لك اليوتيوب المصري كله بقى توكسيك الا كاريكا اعظم يوتيوبر شفته في حياتي. ثواني يعني الواحد بيشقى وبيخنزر وبيتعب وبحاول ابان قليل الادب على قد ما اقدر عشان في الاخر تقول لي ان انا مش توكسيك. الاخ يوسف احمد بيقول لك بتفرج على فيديو انا والعيله الكريمه. الفيديو ده جايب لقطه من الاستريم بتاعنا على جي تي اي، بس ايه يعني مش عارف هيكون في ايه يعني الفيديو. ايوه طلعوا دخلوا الاخ حمزه البكري بيقول لك كاريكا لا هبط في حاجه وطلعت صح، كانت جزء من خطتي. انت اتسفكت 3 فيديوهات في نفس الاسبوع، لا كده كاريكا مخطوف. يعني ما يمشيش معاك ان خلصت امتحانات ومش لاقي حاجه اعملها؟ لا في الغالب اغلب اليوتيوبرز بيعملوا فيديوهات لما بيكونوا نشيطين، انا بقى العكس لما بزهق بعمل فيديو، وغالبا الفتره دي انا زهقان فشخ يعني، فربنا يفك الدقيقه. الاخ زياد بيقول لك محاولتك لقراءه القطعه تقريبا بدون قلب الهاتف كانت جزء من خطتي. هذا لا يحدث كل يوم. عظمتهم العظمه لاف والله. الاخ طارق عمرو منزل فيديو بيقول لك يعني سربرايز ماذر فاكر. يخرب بيت بطنك عايزن، انا اول مره اقرا عايزن في حياتي ربنا. بما انه اول بوست ليا قررت ارسم كاريكا. شكرا يا اخت رودينا على الرسمه، وبما انها عجبتني قررت اسيفها. سوري متعود على اي حاجه تعجبني لازم اسرقها. كاريكا بعد ما خلص على كل الناس في امون جاس وجايت بقى 2 بس في الجيم. على فكره انا الامبوستر. او ماي جاش ده مش يحيى ممكن ايزنبرج ميبي. عادي عندي لازم ازل اخر 2 واخليهم يعيطوا. هي خطه ايزن بتهدف الى ايه اصلا؟ الانمي كله وكل ما يتعلق بالمانجا في اليابان وحياتك. الاخ حمزه بيقول لك سويتش من كي شرطه جانج لكي جانج جزء من خطه ايزن. اند ذاتس فاكت. يحيى لبس التراب بتاع مجدي وهو بيضرب. الحقوني اغزوني. انا بشوح. عامة الام بتاع مجدي مقدس ما شاء الله، غالبا شراود كان بياخد كورسات عنده. لما لقيت كاريكا حرق اكتر من نص بليتش، براحتك انا كده مش بسمع انميات اكتر من 27 حلقة. انت بتتفرج على 27 حلقة في شهر، انا بتفرج على 27 حلقة في يوم. وي ار نوت ذا سيم. انا بعد ما الناس كلها اختارت جود اوف وور وسبايدر مان وانا كنت مختار انشارتد، ربنا نصر. هي بس مش عشان حلاوتها، عشان انا بس خلصت الاثنين التانيين ومش لاقي حاجة تانية غيرها اعملها. الاخ علاء ابو زيد بيقول لك لسه داخل الاستريم في امان الله كاريكا. الا اذا انا واثق فيك العمده، انا واثق. يا ابن اللعيبه حالات طلع يا جدعان صوتي مريح للاعصاب بشكل. وصف كاريكا العمده وموحي في فيديو تيم كورد. عمده وموحي للاسف عشان هم محترمين نفسهم عشان الفاميلي فريندلي، بس هم في الغالب زي ما قلت مغتصب وبلطجي. كاريكا بينزل استريمات كل يوم ومستمتع. الامتحانات صح بس حنك. الاخ اياد بيقول لك مشترك عند كاريكا منتسب عند كاريكا. راجل محترم. كاريكا ويحيى وايبو ومصطفى قربوا يخلصوا المهمه. النت بتاع يحيى لا جولد اولد ميموريز. ده ذا بلايند ديد شو. دول 2 ما يعرفوش حاجه عن بعض. كاريكا فيديوهات الانمي. هي عشان فيديوهات الانمي الصراحه بتحتاجني اكون عاقل، واي هيت ان انا ابقى عاقل. الاخ عمر بيقول لك ايزن بعد ما اتولد هكذا اذا ولادتي كانت بدايه خطتي. اللي انت ما تعرفوش يا اخ عمر ان ايزن خطط ان ابوه يتجوز امه. مستحيل. الاخ زركس مش عارف اسمه ايه بيقول لك يا رب ما اخد بان. ما تخافش يا اخ زركس، انا بتهادي اليومين دول وما بديش بان لاي حد.
الاخ اسلام بيقول لك الكاريكا ليزا وانت تاتش اتس ارت. الاخ احمد الشيخ جايب لك جوارديولا وهو بيشرب على 4K، وجايب لك العمده وهو بيشرب على RTX اون 4K. عظمتهم العظم. طب على طلع منظر العمده وهو بيشرب اجمل منظر ممكن تبدا بيه صباحك او حياتك عامه. الاخ علي بيقول لك ملخص حياتي انا وكاريكا وانت اللي نايم على السرير. يعني ولا بتذاكر ولا بتشتغل ولا مرتبط ولا مبسوط ولا بتخرج ولا بتنام بدري. انت ايه؟ بص يا اخ علي، انت فاكرني المفروض احس بالذنب وتأنيب الضمير بعد ما شفت الفيديو ده، بس العكس ابسولوتلي انا حاسس بالفخر وعظمه من حياتي. الاخ عبد الله بيقول لك رسمه في حب كاريكا ما تبصش على الخلفيه بعد اذنك. اوه جالي السرقه. الاخ يوسف مصطفى بيقول لك ايه ده يا اسطى؟ كاريكا ايه نوع الماوس بتاعك؟ ماوس فيه كهرباء من فوق وفيه انوار وفيه زرارين من الجنب وبيتحرك على الباب عادي. تقريبا هو زعلان عشان انا عملت مراجعه للماوس وما عملتش مراجعه للكيبورد. بص يا معلمي، الكيبورد بتاعي بينور برده وفيه زراير لما بتدوس عليها بتكتب حروف، وفي عربي وانجليزي برده، وفي بقى زرار لما بتدوس عليه بيكبر لك الحروف الانجليزي وبيصغرها. الله مش ممكن. عمده بعد ما مجد اتحالف مع بلال وبلال غزه. للي مش فاهم الحته دي اللي حصل اللي هو سامعينك يا بقول سامعينك يا اخويا. اقتلنا غزنا واخلص. اقتلنا وخلصنا. يا عم غزك ايه يا عم؟ غزني ودبسها في عمري. اقتله ودبسها في عمري. ايه الخرا فين يا جدعان الجثه؟ ايه؟ بص يا جماعه كانت فين؟ واتك لو. الاخ نيمو جايب لك مقارنه بيني وبينه. نيمو هيدفع لك المواصلات، كاريكا هيخليك تروح مشي. نيمو هيدي لك جيف اواي لو بقى صانع محتوى، كاريكا هيدي لك البوكسر بتاعه ساعتين وترجعه له ولا دقيقه واحده وحياتك. نيمو لو عندك راي غير رايه هيتناقش معاك بكل القرف ده. كاريكا هيشخل لك ويقول لك امشي عيل. ده حصل فعلا حقيقي. نيمو لو بعت له قد هيقبله في ثواني. كاريكا القد يخلل عنده. بص يا اخي نيمو، انا المفروض اديك بان على بوست زي ده، بس انت كل اللي قلته عني الصراحه حقيقي، فهتاخد 10 من 10 الصراحه. احسن تجيب جون. الاخ زياد ايمن بيقول لك هو ليه كاريكا مش بيعمل جيف اواي؟ عندي عقده اسمها مرض الجيب، لما جيبي بيطلع منه فلوس بحس ان انا هموت. الاخت شيماء بتقول لك شكلي وانا مش واخده بالي ان ايد كاريكا انعم من ايدي يا وليه. الاخ محمود ابراهيم بيقول لك الجروب بعد ما اسمه اتغير حياتي بقت اجمل كتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. الاخ محمود خليفه بيقول لك جمجمه الفقير، جمجمه الغني، جمجمه اللي وراهم فاينل، جمجمه الناس اللي سمعوا بتاعت كاريكا. الاخ عمر بيقول لك كاريكا وبكل فخر. الكومنت ده كنت كاتبه تعليقا على الجيف اواي اللي اصحاب المتخلفين عملوه لما جابوا مرشين لتيم كورد وادوهم للناس ببلاش، ومستخسرين يجيبوا الميم سميرش عشان طالع بس بايده. الناس ما بقاش عندها ضمير. كاريكا غير اسم الجروب من كي جرتا جانج لكي جانج، والممبر شغالين يحفلوا عليه. كاريكا هو بيشوف التحفيل عشان يعمل مذبحه القلعه. اند ذاتس فاكت. الاخ بشوي بيقول لك كاريكا كله جول في ستريم امبارح. لا عامه هو انا اي حاجه بعملها في حياتي بقول ايزي، حتى لو انا بعمل حمام. الاخ عمر فوزي بيقول لك بنحبك يا عمده. رونج جروب. الاخ محمد عبد الله بيقول لك معاكم اول واحد اخد بان من جروب الديسكورد الجديد، انت دخلت التاريخ من اوسع ابوابه يا اخ محمد. الاخ احمد عمرو بيقول لك هو انا الوحيد اللي كنت عمال اتمنى كاريكا واقع عشان يخسر كل اللي معاه واستمتع باحلى صياح. صحيح يا نهار اسود، انا كنت اشتريت حنجره مستعمله عشان حنجرتي ما كانتش هتبقى نافعه من كتر الصياح. كاريكا بيسال ليه مش عارف يكسب ماتش روكيت ليج، وكل ما يدخل التيم اللي ضده مصطفى كل يوم فجر بعد ما كاريكا خبط الكوره. يا ابن اللذينه، مين الفاجر اللي جمدها؟ كام؟ انت؟ مين اللي جمدها؟ مين اللي جمدها؟ يبقى عبقري؟ مين سندوتش؟ 10 عبقري. مصطفى انا اللي جنبتها. انت جولد ميموريز. هو الوين كاريكا طبعا. ده انا لو حاطيني مقارنه مع مين لازم اكسب، او ميسي. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده. لو عجبك ما تنساش انك تكون عامل لايك سبسكرايب، ولو عايز تخش الديسكورد بتاع تيم كورد اللي احنا يعني غالبا بنقعد فيها هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules.